يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا، والف مليون مبروك لنادي الزمالك فوزه النهارده على النادي الاهلي في القمه رقم 127. النهارده نادي الزمالك قدم اداء ولعب ماتش حلو ويستحق فعلا الفوز النهارده، والف مليون مبروك لجماهير الزمالك ولنادي الزمالك وللاستاذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. النهارده جوميز زي ما اتكلمنا امبارح، يا ترى جوميز النهارده هيبدا التشكيل بفكر هجومي ولا هيأمن وسط ملعبه؟ يا ترى كولر النهارده هيبقى فكره في ماتش الزمالك ولا هيكون بيفكر في مباراة مازيمبي؟ النهارده جوميز بدأ المباراة بتشكيل هجومي مكون من عواد في حراسة المرمى، مسلوسي وعبد المجيد قلبي دفاع، فتوح ناحية الشمال، عمر جابر ناحية اليمين، دونجا واحمد حمدي والسعيد وسط ملعب، ناحية اليمين زيزو وناحية الشمال ناصر ماهر. امامهم كان سيف الدين الجزيري اللي هو النهارده نجم اللقاء الاول وفارس اللقاء ورجل المباراه طبعا بلا نزاع. نادي الزمالك النهارده يا جماعه لعب ماتش حلو قوي، لعب ماتش حلو قوي. وكولر النهارده بدأ بتشكيل فاجئنا كلنا. لعب في حراسه المرمى مصطفى شوبير، قلبي دفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، ناحيه اليمين كان محمد هاني، وناحيه الشمال كان علي معلول، وسط الملعب كان كوكا وندفيد، امامهم محمد مجدي قفشه، ناحيه اليمين كان مفاجاه النهارده عمر كمال عبد الواحد، وناحيه الشمال كان طاهر محمد طاهر، والهجوم موديست. وهنا عندي تحفظ على موديست، موديست للامانه، ومستني رايكم في التعليقات. موديست من ساعه ما جه الاهلي وعمالين نديله فرص، نديله فرص، نجربه، نشوف طب هيعمل حاجه، يعني هيجي منه حاجه. لحد اللحظه دي وبستنى اسمع ارائكم في التعليقات، انا مش شايف ان موديست يصلح مهاجم للنادي الاهلي. للامانه موديست النهارده، او مش النهارده، هو من ساعه ما جه الاهلي وهو لا موديست ولا انطوني ولا اي حاجه خالص. يعني موديست الصراحه لا يعني ما ينفعش يبقى انت عندك بره وسام ابو علي وتلعب بموديست. جوميز النهارده لعب بفكر هجومي ولعب بسيف الدين الجزيري، وكان مخلي بره سامسون اكينيولا. فجوميز كان فكره هجومي، وفعلا سيف الجزيري هو مهاجم، مهاجم يعني بيروح ويعدي ويرقص لكن موديست عمل ايه؟ موديست يعني لحد الشوط الاول ما خلص موديست ما عملش حاجه. فكولر الصراحه، وبعدين انت بتلعب بوينجين اول مره يلعبوا مع بعض، هاني وعمر كمال عبد الواحد، برضو حاجه يعني غريبه، انا ما حبيتهاش، ما فهمتهاش. وسط الزمالك النهارده تحكم باللقاء بشكل كامل. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، ابراهيم نور الدين. النهارده ابراهيم نور الدين الصراحه، زي ما اتكلمنا ان الناس كانت رافضه ابراهيم نور الدين، لا انا ابراهيم نور الدين النهارده عمل مباراه حلوه. حتى ضربه الجزاء بتاعت الجزيري اللي هنتكلم فيها، ضربه الجزاء الجزيري في الدقيقه 55، حسبها ضربه جزاء لما رجع للفار وكلنا شفناها. وجهه نظري ان فعلا ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، ورامي ربيعه لعب على الكوره، ما لعبش على سيف الدين الجزيري. ولكن شوف الجزيري خد الكرة ازاي. غلطة عبد المنعم طبعا، اللي برده كان سرحان، وبقاله كام ماتش عبد المنعم مش في افضل حالاته، وانا ما اقدرش الومه نظرا لان هو وربيعه بيلعبوا كل الماتشات تقريبا، ما ريحوش ولا ماتش، فما اقدرش ان انا الوم عليهم في مباراة النهارده. ولكن الجزيري فعلا يستحق رجل المباراة بلا منازع. الشوط الثاني بقى كولر حب يغير التشكيل ويغير اللي عمله في التشكيل وبدايه اللقاء، لان زي ما قلت لكم في حلقه امبارح ان كولر هيبقى فكره اكتر في مباراه مازيمبي. بدا الشوط الثاني وعلى عكس كولر ان هو بينزل تغييرات في الدقيقه 60 او الدقيقه 70. احنا عارفين عن كولر انه بيتاخر في التغييرات بتاعته، ولكن في الشوط الثاني النهارده نزل بوسام ابو علي وعمرو السوليه بدل ندفد طبعا، ورضا سليم. وبعديهم بشويه نزل عبد القادر، وعبد القادر يا جماعه فعلا نزل غير اللقاء. ولما كل التغييرات دي نزلت، لما انت ظبطت بقى ولعبت برضا سليم ولعبت بيه وسام ابو علي راس حربه، يعني وسام انا مش شايف ان هو لا مضغوط ولا لعب ماتشات كتير عشان تقدر عشان تقول ان احنا نريحه، لا. فانت يعني ريحت وسام ولعبت بموديست. فانا وجهه نظري
مودست لا يصلح مهاجم للنادي الاهلي. بعد كده طبعا عبد القادر عن طريق قفشه رقص ترقيصه حلوه قوي، وقام مدي الكوره ناحيه اليمين لرضا سليم، لعبها على طول، ومن لمسه واحده عبد القادر قام حاططها في مرمى عواد، ويبقى النتيجه كده تعادل 1-1 لحد بقى الدقيقه 87. قدر سيف الجزيري عن طريق رميه التماس اتلعبت طويله ودربكه في دفاع النادي الاهلي، قدر سيف الجزيري يخلصها ويحرز الهدف الثاني، وينتهي اللقاء بفوز الزمالك 2-1. مره ثالثه احب اقول مبروك لجمهور الزمالك، مبروك لنادي الزمالك، مباراه قمه حلوه فعلا، التحكيم كان اداؤه ممتاز، فمباراه تليق بالناديين او تليق بالناديين. وفي اخر الحلقه احب اتكلم واقول ان انا النادي الاهلي عنده لقاء مع مازيمبي في دوري ابطال افريقيا نص النهائي، والزمالك عنده لقاء مع دريمز الغاني. نتمنى التوفيق للناديين، والف مبروك لنادي الزمالك. شكرا لكم، سلام عليكم.